الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبح الغش والتدليس والكذب في المعاملات مع كامل الأسف عند البعض، أقول عند البعض، أصبح شيئا عاديا، وأصبح شيئا مألوفا، وأصبح أكل أموال الناس بالباطل عند البعض شيئا عاديا في هذا الزمان مع كامل الأسف. كتلقى الإنسان عوض أنه يتحرى الحلال، عوض أنه يتحرى الوضوح، عوض أنه تكون عنده الشفافية ويحرر ذاك المال ويحرر الكسب ديالو ويدي الأبناء ديالو ويدي الأسرة ديالو ويأكل هو بعدا أن يأكل الحلال ويتجنب الحرام، يعطي اتساع للحرام. أصبحت هذه القضية ديال الغش والتدليس على الناس مع كامل الأسف أصبحت واحد الحاجة اللي هي عادية. أصبح الناس كيمارسوا فيها واحد النوع من التطبيع مع هذا المنكر هذا. وهذا في الشريعة الإسلامية من أعظم ومن أخطر الذنوب والمعاصي اللي يقدر يوقع فيها الإنسان، أن تأكل مال أخيك المسلم، وحتى غير المسلم، حتى غير المسلم لا يجوز لك أن تأكل ماله بالباطل، بالغش، أن تدلس عليه، لا يجوز لك وإن كان من كان، هذاك إنسان. لذلك حرمت الشريعة الإسلامية، حرمت هذا الفعل هذا، وتوعدت كل من يفعل، من يأكل، من يدلس، من يأكل أموال الناس بالباطل، توعدته بالوعيد الشديد: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. شوفوا أيها الأحباب الكرام، شوفوا كيف أنه هذه القضية ديال التدليس والكذب والغش في عند البعض، كما قلنا نعود لها حتى لا يفهم الكلام ديالي على أن فيه واحد النوع من التعميم عند بعض الناس. في القضية ديال زيت الزيتون، في القضية ديال العسل، في القضية ديال بعض المنتوجات، كيفاش أنه يعني فقدوا فيها الناس الثقة في بعض البلايص. كيشري الإنسان الزيت، شوف كيف هاد الناس اللي بعضهم يعني واحد النوع من التدليس والغش والكذب في بيع هاد المنتوجات هذه، وكيف أنه كاين واحد التمرس على الغش، واحد التحايل، صور من التحايل عجيبة وغريبة. يتعجب الإنسان هاد الناس اللي كيديروا هكا واش مسلمين ولا شنو، واش يتدينون بدين اسم. كتلقى فيهم احيانا كاع الحجاج بعضهم، نعاود ليها يعني كتسمع قال لك كاين انسان اللي كيهز الزيت ديال العام الفايت ولا هذه اعوام عندهم ستوكيها، كيهزها وكيبيعها على اساس انها ديال هذا العام، ولا كيبيع ولا كيخلط زيت العود، لان هذا الفصل ديال زيت العود وديال فصل زيت الزيتون، وكيعصرها وكيقسم داكشي وكيخلط القديمه مع الجديده مع ديال هذا العام على اساس انها ديال هذا العام، ويحلف على هذا ويدلس على الناس ويكذب على الناس. بعض هؤلاء صحيح كاينين اللجان ديال المراقبه، كاينين الناس المكلفين بهذا الجانب، ولكن إلا جاب الله ما كاينش هذا الشخص هذا، إلا جاب الله ما عندوش المراقبة الذاتية أنه يعرف بأن هذا الشيء حرام في الدين، بأنه يأكل الحرام. شحال من السنوات هذه وانت عايش بالحرام،
دائما كل فيما كيجي الفصل ديال زيت الزيتون الا وتجده يعمل لهذوك الوسائل ديال الغش، كيخلط الزيت القديمه كما قلنا مع الجديد على اساس ان ديال هذا العام، كيضيفوا لها مواد اخرى يعني باش ما تبقاش فيها، يعني ما تبقاش فيها ديك الريحه ديال انها ديال هذيك ديال السنوات الماضيه، اللي كيضيف لها الاعشاب، اللي كيضيف لها الزيت الاخرى. يعني واحد عالم جديد، ولا عالم اخر من التدليس ومن الغش. الرسول صلى الله عليه وسلم والشريعه الاسلاميه كما قلنا واضحة في هذا، من أخطر الذنوب والمعاصي والموبقات والمهلكات اللي يقدر يوقع فيها الإنسان هذه القضية ديال الغش والتدليس وأكل أموال العباد بالباطل. من غش فليس منا، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة: من غشنا فليس منا. هذاك ليس من السلوكات ديال التصرفات ديال المسلمين، ليس منا وليس من المسلمين أنهم يديروا هذه الأفعال هذه. من غش فليس منا. والمكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار، المكر والأساليب ديال الغش والتدليس على عباد الله في النار، صاحبها في النار. هذه الأفعال توجب اللعنة لعبد. لا، ملعون من ضار مسلما، ملعون مطرود من رحمة الله. من ضار أخاه المسلم، من ضار مسلما أو مكر به، ما يمارس عليه الغش والتدليس والمكر والخديعة باش يبيع عليه باش انت تربح على ظهره. ألا يخشى هؤلاء السوء ديال العاقبة ديالهم لما يقفون أمام الله؟ اش غتقول لي ملي توقف غدا يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى ويحاسبك؟ لأن القضية هنا كما يقول أهل العلم، القضية ماشي واحد الذنب، ماشي واحد المعصية ارتكبتها بينك وبين الله سبحانه وتعالى اللي كيقدر يكون فيها واحد الاحتمال ديال أن الله سبحانه وتعالى يستر عليك هذاك الذنب وديك المعصية. هذا ذنب يكون بينك وبين عباد الله. ولما يكون الذنب والمعصية بينك وبين عباد الله سبحانه وتعالى فإن المحاكمة الإلهية هنا يحيلك الله سبحانه وتعالى على الناس اللي غشيتهم، الناس اللي دلست عليهم، الناس اللي مارست عليهم الغش والتدليس والكذب. ولذلك حديث المفلس واضح في هذا الباب. يؤتى يوم القيامة، كيجي يوم القيامة ها هو كان في الحج فلان، الحاجة فلانة، الحج كذا، ودا يقدر كتلقاه كيصلي في المسجد وكذا، ويأتي يوم القيامة يصحب لي واش دار شي حاجة، وقد أكل مال هذا وغش هذا فيؤخذ هذا من حسناته. حديث المفلس، وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى كتكملي الحسنات لا كاين عنده، طرحت عليه السيئات ديال الاخرين ويحاسبونه بالإضافة، هذا في الآخرة، بالإضافة إلى ما يعيشه. هاد الناس سبحان الله العظيم، كاع هاد الناس اللي كتلقاهم كيديروا هاد الغش، هاد بعض الناس بين قوسين، كاين الناس نزهاء، كاين ناس احرار ما يقدرش ماشي من التربيه ديالو انه ياكل الحرام، حر ما يقدرش ياكل شي واحد من الاخوان ديالو المسلمين شي حاجه يدي ليه ديالو، ما يتمكنش، فما بالك بانه يدي لك شي حاجه في البيع والشراء. فكاينين هاد الاحرار هادو كما قلت. الخطوره العظيمه انه العقوبه ديال هاد الشيء راه يتجرعها هاد الناس هادو في الدنيا قبل الاخره. سبحان الله، كتلقى هادو الناس اللي كيبيعوا الزيت ولا كيبيعوا دوك المنتوجات الاخرى بالغش والتدليس في كل سنه كتجي والا، وكيقول لك لا سيدي راه هذه ما غاديش تلقاها، راه هذه جديده، راه هذه كذا، راه هذه كذا. سبحان الله العظيم، دائما يعيشون في واحد الظلمات، يتعذبون في الحياة ديالهم. كتلقى عنده المشاكل، هو كيدخل الأموال طائلة من جراء هذاك الكذب وذاك الغش وذاك، ولكن داك الشيء فين كيمشي؟ داك الشيء كيمشي في الأمور اللي كيعرفوها هما، عارفين فين كيمشي داك الشيء. إذن يا من تبيع وتشتري في كل المعاملات ديالك، وخاصة هذه الأمور. علاش خدينا هذاك الزيت، داك التدليس اللي يكون فيه بكثرة وكيكون فيه ظاهر. يا من تغش ويا من تدلس ويا من تكذب اتق الله.
اتق الله، فأن هذاك الشيء اللي انت عايش فيه من المشاكل ومن الضيق ومن كل تلك الأمراض سببها هذاك المال الذي تدخله من هذا الطريق اللي هو حرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد بنا وبهؤلاء ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.